مهما ندير لي سوب تقعد هذه افضل وصفه حساء نحب نديرها ويدومونديوها دائما في الدار. اروحوا نديروا حساء البطاطا بالدجاج. السلام عليكم. مو ب 50000 اروحوا نديروا عشاء يكون دافي مع هذا البرد والشتاء. هذا الحساء اللي يجي كريمي تاع البطاطا مع الخبز بالثوم. وصفات سهلين ماهلين وبنتهم كالعاده الهبال تاع الحاجه الاولى قطعت 3 حبات كبار تاع البطاطا، اذا ما كانوش كبار ديروا 4 حبات مع حبه ونص تاع البصل وسنه صغيره تاع هنايا في طنجره درت فيها مرصو تاع الزبده مع شويه تاع الزيت، نحط فيها ربع صدر تاع الدجاج، نزيد معاه البصل ونديرهم يتقلاو فوق النار مع شويه تاع الملح حتى من هذاك البصل يدبال مع هذاك الدجاج يطلق البنه تاعو. بعدها نضيف عليهم الكميه تاع البطاطا اللي كنا قطعناها. بالنسبه للتوابل درت ثوم بودره، بصل بودره، فلفل ابيض ولا فلفل كحل مع شويه برك تاع الكركم. وتقدروا تضيفوا التوابل اللي حبيتوهم، من ننصحكم ما تكثروش بزاف. هنا راح نضيف عليها 1 كوب تاع جومبو مرق الدجاج اللي اكيد راح يزيد لنا البنه لاصوب تاعنا، ونجي نمرقوا بالماء يكون سخون. لازم نغطوا كامل الخضره، نغطي عليها ونخليها طيب بعقلها. هنا نروح نحضر هذاك الخبز تاع الثوم. دي 2 مغارف كبار تاع الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. هنا شويه راس تاع الثوم كنت نحيت كامل الدخلاني تاعو، ضفتوا الزبده مع الملح ونخلط هنا كلش مليح. هنا الخبز تقدروا ديروا اي خبز حبيتوه. هنا كان عندي هذا تاع البرجر قلت نستغلو وندير به هاد الوصفه. كل حبه تاع الخبز قسمتها على 2 وجيت دهنتها بهذيك الزبده والثوم، حطيته بجه ما بيد. رحت لاصوب تاعي نحيت الدجاج بعد ما طاب والخضره بعد ما طابت. هنا ضفت 2 مغارف كبار تاع الفرماج، كيس تاع لاكريم ليكيد، ونرحي كلش بهذه الطريقه. بعدها نضيف عليها هذاك الدجاج اللي كنت فتتو. هكذا لاصوب تاعي تكون واجده تجي بزاف بنينه وكريميه وانتم تحكموا في القوام تاعها. هنا نجيب اي مقله تكون متوفره عندكم. انا درت هذه اللي نضاري نشوي فيها، نحط المرصوات تاع الخبز بهذه الطريقه، نخليهم حتى وين يتشوا ويدوا لون ذهبي، نقلبهم على الجهه الثانيه وهكذا يكونوا واجدين. تقدموهم مع لاصوب وبصحتكم.